ازاي اتغلب على الكسل او اقضي عليه تماما؟ طبعا اتكلمنا قبل كده على خطوات ان انا اقضي بيها على الكسل، واتكلمنا عن التسويف عشان نبقى فاهمين. بس حابة اتكلم في نقطة مهمة جدا في الحلقة دي. قبل ما نبدأ حلقتنا متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا. ساعات كتيرة الانسان فعلا، عارفين انتوا لما يكون الواحد بيراقب نفسه وتقفش نفسك كده كسول ومش عايز تعمل اي حاجة. ساعات الواحد بيبقى كسول علشان بيهرب من الفشل او خايف ان انت تفشل. يعني ممكن اكون انا عايزة ابدأ في حاجة معينة بس مش ببدأ ليه؟ لمجرد بس ان انا خايفة ان انا لما ابدأ اصلا انا ممكن افشل، اصلا انا ممكن معرفش اعملها. اللي هو ساعات كده الواحد بيجيله مخاوف كتيرة جدا ان هو هيفشل في الحاجة دي فما يبدأش اصلا. فطبعا دي نقطة خطيرة، لان حتى انا ما حاولتش، يعني على الاقل الواحد يقوم ويحاول. الله اعلم ايه يعني ايه اللي هيحصل بعد كده، وبعدين الواحد بيسعى، فاهمين؟ يعني الواحد بيعمل بالاسباب او بيعمل اللي عليه وبعد كده بقى ربنا هيساعده. طبعا دي نقطة انت ممكن اصلا، يعني ممكن ساعات الواحد بيكون خايف ان هو يجرب الحاجة علشان خايف ان هو يفشل منها. واغلب الوقت الواحد يعني بيحس بالموضوع ده لو حاجة غريبة اول مرة يعملها. لان اغلب الوقت يعني الانسان دايما لو حاجه مجهوله او unknown بالنسبه له بيحس انها لا حاجه غريبه، فبيبقى فيه كده خوف بالنسبه لك. فبتحاول بقى تهرب او تحاول تبعد، تاخد بقى خطوات كتيره كده لورا، فاهمين؟ فاحنا بقى عايزين نتغلب على ده، ان انا اقعد احفز نفسي، ان انا اقعد افكر نفسي انا اصلا عايزه اعمل ده ليه، اللي هو ايه المكاسب او ايه النتائج اللي انا هاخدها من ورا ده. فهكتشف ان المكاسب دي كتيره جدا. على الاقل المفروض ان انا اقوم واعمل ريسك واجرب. انا مش هخسر حاجه، احسن ما اكون ما حاولتش خالص وقاعده كده وخلاص لمجرد اوهام في دماغي. يعني ساعات بنكتشف ان دي اصلا ممكن تكون اوهام في دماغك انت وبس، اللي هو انت عمال بتتوهم مع نفسك ان لا اصلا انا هفشل اصلا. دي طبعا نقطة من النقط. نقطة تانية ان انت ممكن تكون بتهرب بسبب ان انت فشلت فعلا قبل كده. يعني مش اول مرة تجرب الحاجة دي، انت قبل كده جربتها وفشلت، فمجرد ان انت فشلت في اللي هو المحاولة اللي قبل كده، فمش عايز تجرب تاني علشان خايف الموضوع يتكرر تاني فتفشل يعني تاني. بس طبعا ده ملوش علاقة، لان يعني مش علشان انا فشلت في الموضوع قبل كده يبقى خلاص هفشل تاني. وحتى لو فشلت تاني ايه المشكلة؟ طب ما انا دلوقتي اصلا عايشة علشان اللي هو try and error، انا بجرب الحاجة بغلط فبقوم اعدل فبغلط تاني وهكذا. يعني في ناس كتيرة جدا علماء، يعني كلنا عارفين الموضوع ده. في ناس كتيرة جدا بتقعد تحاول 99 مرة وبينجح في المرة المية. هو لو ما كانش حاول ال99 اللي قبلها عمره ما كان هيوصل في المية. يعني هو مش عشان هي رقم 100، لا هو فاهمين؟ يعني هو في 99 مرة غلط فيها علشان يعرف يوصل لل100، لأن كل الغلطات اللي قبل كده قعد يتعلم منها لحد ما وصل لخلاص بقى وصل للنتيجة بتاعته يعني. فلازم أكون بتعامل بالمبدأ ده في حياتي. أصل مش معقولة أنا مثلا في حاجة معينة ماشي، ممكن في فعلا ناس بتيجي تبدأ في حاجة وتنجح فيها من أول مرة، حد تاني مش لازم أنجح من أول مرة. أنا هعرف منين؟ يعني في حاجات أنت مفيش كتالوج تمشي عليه، أنت بتجرب. وكل واحد حسب تجاربه وحسب الظروف اللي هو محيطة بيه، في متغيرات كتيرة جدا. فعايزين نفكر نفسنا برضو بده. أنا لو فشلت في حاجة قبل كده، مش ده مش معناه ان انا شخص فاشل. يعني كمان لازم ناخد بالنا من الكلام اللي بنقعد نقوله لنفسنا. يعني على فكرة الكلام ده بيأثر جدا. ما ينفعش ان انت طول الوقت شايف نفسك فاشل وبتقعد تقول لنفسك كلام محبط جدا ومستني ان انت تنجح او تكون شخص كويس. ومش علشان انت غلطت في حاجة قبل كده وفشلت فيها بمعاييرك اللي هو انت شايف ان انت فشلت يبقى كده خلاص دي اخر الدنيا. بالعكس، مفيش حد بينجح من غير ما يفشل. فاهمين قصدي؟ في كل حاجة. يعني مثلا ولنفرض ان واحنا صغيرين خالص اطفال، كام مرة اتعرضنا ان احنا بنصاحب ناس وبنكتشف ان هما ايه ده مش ده الشخص الصح، او بكون شايفة ان دي البيست فريند ودي صاحبتي وصديقتي الصدوقة وهنكمل طول العمر مع بعض، وفي الاخر بنكتشف لا دي مش ده الاختيار الصح اصلا. يعني مش دي فعلا اللي هو مش دي صديقتي المقربة ولا حاجة. يعني ممكن نكون احنا فعلا كنا في فترة ما مقربين بس بنكتشف بعد كده ان ده كان هبل وده كان معايير غلط ومش ده خلاص الصديقة اللي انا عايزاها تكمل معايا، او احنا مش مناسبين مع بعض ولا حاجة، ده كانت فترة مؤقتة، فاهمين؟ المهم يعني ان احنا لو هنكمل الاكزامبل ده، ان انت ساعات كتيرة جدا بتبقى صديقتك في الكي جي في مش عارفة ايه اللي هو بتبقي شايفة ان ده اخر الكون، لو مشت وسابتك خلاص انت هتنهاري، وبعد كده بتكتشفي انه لا انتوا اتخاصمتوا واتخانقتوا وسبتوا بعض وصاحبتي حد تاني وهكذا.
وفي كتير جدًا بنتعرّض لمواقف إن وإحنا أطفال صغيّرين اللي هو صحابنا بنخسرهم مش عارفة إيه، ونشوف إن إحنا كده بقينا فشلة أو فشلنا في الصحوبية وإن أنا ما ليش صحاب، وبعد كده بتقدري تكوّني صحاب تانيين حسب المعايير اللي أنتِ عايزاها، وهكذا بقى أي example تاني. حد مثلًا كان فاشل دراسيًا، إمتى هيتحسّن؟ لو هو فعلًا يعني لو هو أصلًا طبعًا عايز إن هو يتحسّن و ولنفرض إن هو فشل وسقط، يعني في example كتيرة جدًا ناس مثلًا ممكن تكون فشلت دراسيًا وبعد كده اتحسن وقعد يذاكر وهكذا، فاهمين قصدي؟ بس ده طبعًا لو هو عنده الإرادة وعايز فعلًا يعمل ده، يعني المهم إن أنت تكون عايز تبدأ في التغيير أو عايز تتغيّر، بس اللي باتكلم فيه يعني موجز الكلام مش معنى إن أنا في تجربة سابقة أنا فشلت فيها سواء بقى كbusiness سواء كدراسيًا سواء يعني ناس صحاب، أصدقاء وهكذا، مش معنى إن أنا فشلت في حاجة يبقى خلاص بقى أنا هافشل طول عمري، مش معنى مثلًا إن أنت حاولت واحد مثلًا عايز اللي هو overweight وعايز يخس أو كده، مش معنى إن هو فشل في التجربة السابقة لمّا جه يخس ومش عارفة إيه وما قدرش يقاوم يبقى هو كده خلاص هيفشل على طول، لأ، أنت ممكن تكون أنت اخترت الوقت اللي مش صح، ممكن تكون أنت كنت مُحبَط زيادة عن اللزوم من كلام اللي حواليك، من كلامك أنت حتى لنفسك. في حاجات كتيرة جدًا، المهم يا جماعة إن إحنا لازم نقوم ونكمّل ونعافر، ما نستسلمش، مش معنى إن أنا خلاص مرّة جرّبت وما نجحتش فيها، يبقى أيأس على كده وأفضل قاعدة كده ما باعملش حاجة، يعني طَب ما أنا لو ما قُمتش لو ما قُمتش وأجرّب وأقوم أعافر أو أقوم حتى أحاول، طَب ما أنا كده فاشلة، يعني الأحسن إن أنا أقوم وأجرّب على الأقل آخُد فرصة التجربة أو فرصة المحاولة، فاهمين قصدي؟ أنا أحاول وبعد كده نشوف النتيجة، على الأقل حتى هيبقى في تحسُّن لو 1% ده كويس. يعني أنت لو هتتحسّن أو هتغيّر من شخصيتك للأحسن 1%، أحسن لمّا ما تتغيّرش خالص وتفضل زي ما أنت محلّك سر، بالعكس زي ما قُلت قبل كده الواحد أصلًا لو ما قامش واتغيّر وعدّل من نَفْسه وقعد يطوّر من نَفْسه هو بينحدر، مش على قد أنت بتفضل زي ما أنت ثابت، لأ، أنت بتنحدر، فلازم الواحد يكون واخد باله من كل ده. يعني طبعًا أنا لازم آخُد بالي إن أنا الكسل ده ممكن أكون طبعًا في أسباب كتيرة جدًا، وزي ما اتكلّمت في فيديوز قبل كده عن الكسل والتسويف، المهم إن أنا آخُد بالي أنا ممكن أكون قافش نَفْسي كده، هو أنا ممكن أكون باهرب من خوف، باهرب من فشل يعني أنا خايفة إن أنا أفشل، سواء حاجة جديدة أو سواء حاجة كان في تجربة سابقة، فأنا خايفة إن أنا أفشل تاني، ونقعد بقى نعيد الموضوع تاني وأكون باضيّع وقت ومش عارفة إيه. لازم ما أيأسش ولازم أفضل أحاول طول الوقت طالما دي حاجة صح، يعني طالما أنت ماشي في الطريق الصح أو عايز فعلًا تطوّر من شخصيتك، طبعًا مش باقول نقعد نجرّب في حاجة أصلًا غلط، يعني أنت لو جرّبت في حاجة غلط وخلاص فشلت فيها فأحسن عشان بقى إيه ربنا يهدينا كده ونركّز في حاجة يكون يعني هدف صح وهكذا. فبس أنا باتكلّم إن إحنا مش عايزين نيأس، ولازم أقعد أحاول، ولازم أقعد أشتغل على نَفْسي ومَرّة و2 و3 و10 ومليون وما ازهقش أبدًا إن أنا باقوم وباقع، أو حتى أنا قررت مثلًا إن أنا أعمل حاجة معيّنة أو مثلًا عايزة أحضر كورس معيّن، عايزة أطوّر اللغة عندي، عايزة اللي هو ألعب رياضة بقى، أروح الgym أبدأ في مش عارفة إيه، يكون الأكل بتاعي healthy بدل fast food ومش عارفة إيه. فاهمين؟ أي حاجة أنتِ عايزة تطوّري نَفْسِك فيها أو تطوّري شخصيتِك، أنتِ ولنفرض إنِّك قررتِ تبدئي من النهارده وما بدأتيش عادي ما تيأسيش، ما تزهقيش، لإن طبيعي إن أنتِ الروتين بتاعِك اللي قبل كده بيخلّيكِ تحودي على الحاجات اللي أنتِ لأ، وأنتِ هتتغيّري ليه؟ ما تفضلي زي ما أنتِ، ما أفضل كده في الcomfort zone زي ما أنا، فدايمًا لمّا بتبقي عايزة تعملي حاجة جديدة بيكون في حرب. اللي هو دايمًا عقلِك بيبرمجِك إن أنتِ لأ، خلّينا زي ما إحنا، خلّينا في المسار اللي إحنا متعودين عليه، مش عايزين نجرّب حاجة جديدة، وطبعًا بيكون في مخاوف بقى من المجهول، لإن ده بالنسبة لِك ساعات بيكون unknown، فأنتِ أصلًا جواكِ مخاوف، لأ أنا أعمل ده ليه؟ ما خلّيني زي ما أنا مرتاحة وخلاص.